Mahmoud Darwish, Palestinako poeta nazionala, 2008ko abuztuaren 9 hil zen. Gu, berarekin mintzatzeko gogoz geunden. Hain izan da handia, haren poesiak Palestinako musikariengan izan duen eragina. Inoiz ez zitzaigun burutik pasako, film hau, haren hiletako irudiekin hasiko genuenik. لا وقت للغد لا وقت للغد شخصيا أنا من يافع لاجئ بالليل لاجئ بكبير تقريبا كل شعبنا لاجئين إن كان عايشين اليوم بفلسطين لساتهم لاجئين. شو بعني لي المخيم؟ المخيم بالنسبة لي هو مش أكثر من مكان للانتظار، يعني محل بنستنى فيه لحد ما نرجع لبلادنا، للأراضي أو للقرى اللي احنا جايين منها أو اللي أجدادنا جايين منها. راجعين للحب راجعين للسلم راجعين للحب راجعين للسلم راجعين للقدس راجعين. العالم ما بيعرف عن حياة الفلسطينيين، بيعرف عن أخبارهم السياسية ونقطة. شكوا الليل اجت بنت عربية بدها تعبر، حولوها بعين بحالها بدها تكبر. بس أول ما طلعت فرقة الدعم طلعت فرقة الام دبليو ار كثير حبيت الفكرة إنه في هيب هوب عربي. حياة لا كانت تتقدم ولا تترجع، فيها نفس الظلم نفس الكراهية نفس حياة فنان بغزة تعيسة ورابر أتعس. بتملك تمحينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة هي احنا بس حتى جيوش العالم كلها ما تقدر على الحرية والمعروف شوف حدود سجن الإنسانية للأطفال العالم حرة ونمالي حرية وين ما اروح بشوف حدود سجن الإنسانية للأطفال العالم حرة ونمالي حرية وين ما اروح بشوف حدود سجن الإنسانية. المخيم بالنسبة لي هو مش أكثر من مكان للانتظار، يعني محل بنستنى فيه لحد ما نرجع لبلادنا، للأراضي أو للقرى اللي احنا جايين منها أو اللي أجدادنا جايين منها. راجعين للحب راجعين للسلم راجعين للحب راجعين للسلم راجعين للقدس راجعين. العالم ما بيعرف عن حياة الفلسطينيين، بيعرف عن أخبارهم السياسية ونقطة. شكوا الليل اجت بنت عربية بدها تعبر، حولوها بعين بحالها بدها تكبر. لا وقت للغد. شخصيا أنا من يافع لاجئ بالليل لاجئ بكبير تقريبا كل شعبنا لاجئين إن كان عايشين اليوم بفلسطين لساتهم لاجئين. شو بعني لي المخيم؟ Mahmoud Darwish, Palestinako poeta nazionala, 2008ko abuztuaren 9 hil zen. Gu, berarekin mintzatzeko gogoz geunden. Hain izan da handia, haren poesiak Palestinako musikariengan izan duen eragina. Inoiz ez zitzaigun burutik pasako, film hau, haren hiletako irudiekin hasiko genuenik. لا وقت للغد